بداية تتابع الجزائر بقلق شديد تطورات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني. شاهدوا الفرق بين صحافة الجزائر وصحافة المخزن اتجاه القضية الفلسطينية. شاهد كيف رد مذيع تلفزيوني جزائري على ما يحدث لدولة فلسطين الشقيقة ليلة البارحة، معلنا للعالم أن الجزائر شعبا وحكومة مع القضية الفلسطينية عكس إعلام المخزن المطبع. شاهدوا الفرق بين الجزائر الحرة والمغرب المستعمرة في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل. وتدين الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الإنسانية ومراجع الشرعية الدولية. في هذا السياق تجدد الجزائر الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية. كما تجدد الجزائر قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي الإسرائيلي، وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآس يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. أعربت المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، وتدين استهداف المدنيين من أي جهة بحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، وتدعو المملكة المغربية التي طالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد والتي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة. وتؤكد المملكة المغربية التي يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه. شوف رب الجزائر، الله اكبر، رب الجزائريين، الله الله كل الجزائريين، الله الجزائريين، ما شاء الله، دين الجزائريين، الله احنا فلسطينيين، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله، تسلموا رجال، ربي ينصركم ان شاء الله، الله يحفظكم.